العصافير، قصة عبد السميع عبد الله، إعداد أمين الصاوي، وإخراج أحمد حجازي. يا فاطمة، فاطمة. نعم يا ستي أنا، نعم يا روحي أنا. حطيتي أكل ومية للعصافير؟ يا ستي نسيت والنبي. نسيتي إزاي بقى؟ أنا مش منبهة عليك تنضفي لهم القفص كل يوم وتغيري لهم المية والحب. معلش يا ستي، خلاص من هنا ورايح مش هنساهم أبدا. أهو كده، واعملي حسابك شغل العصافير ونظافتها قبل شغل الشقة ونظافتها. يا ستي بقى العصافير أهم من البني آدمين. عندي أنا أهم. يا سلام، للدرجة دي بتحبهم يا ستي؟ طول عمري أحب العصافير وأموت في العصافير. يا حلاوة يا ستي، عشت وشفت. لكن على إيه بقى الحب ده كله؟ شكلهم حلو وصوتهم حلو، وهم مونسين وحدتي بعد المرحوم سيدك. ألف رحمة ونور تنزل عليه يا ستي. أنا عارفة كان مستعجل على الموت ليه. قصدك إيه يا فاطمة؟ يعني كان لازم يسيبك كده يا ستي في عز شبابك. نصيب يا فاطمة، حظي وحش. ربنا يعوض عليك يا ستي بابن الحلال اللي يهنيكي وينسيك الحزن اللي انت عايشة فيه ده. بيني وبينك يا فاطمة، أنا زهقت من الحزن وأعصابي ما عادتش مستحملة الأسود ده أبدا. لكن خايفة. خايفة من إيه يا ستي؟ من كلام الناس يا فاطمة. يا مسرع ما يقولوا لونت قبل السنة ما تكمل على جوزها. يا أختي ما حدش له عندك حاجة، يا ما هوانم بيقلعوا الأسود بعد 40. إحنا لازم نشوف لنا صرفة، لازم نلحق روحنا. إيه؟ نلحق روحنا؟ يا ست فوق نفسك بقى ودوري على مصلحتك. ده الحي أبقى من الميت وانت مقطوعة من شجرة ومسكينة. مش فاهمة يا فاطمة، بتتكلمي عن إيه؟ سيد الله يرحمه ما عملش حساب الزمن وهو توكل وسابنا على الحديدة. ليه يا فاطمة؟ ما هو سايب لنا معاش. معاش ايه يا ست؟ 20 جنيه أجرة الشقة، وشوفي بقى هتاكلي بإيه وتشربي بإيه وتلبسي بإيه أيوة صحيح، لكن هعمل إيه؟ حاجة واحدة بس اللي تقدري تعمليها. إيه هي يا فاطمة؟ تتجوزي. أتجوز بعد سيدك يا فاطمة؟ وليه لا يا ستي؟ وانت ما كملتيش ال30 يا ستي، واسم الله عليك قمر ليلة 14. ولما تقولي يا جواز 1000 من يتقدم لك. بس اعملي حسابك يا ستي، اتجوزي لك راجل غني قوي قوي قوي. وش معنى غني قوي يا فاطمة؟ اصلي بكره الفقر يا ستي، وكمان يعني كمان ايه؟ لو سابنا يعني وتوكل زي المرحوم نلاقي حاجة نتسند عليها، مش نقعد يا مولاي كما خلقتنا والديون متلتلة علينا. على العموم يا فاطمة ما تحمليش هم الديون. أنا اتفقت مع جمالات هانم جارتنا أتنازل لها عن أوضتين من شقتي وتدفع لنا حسبة نظير كده وتشيل نص الإيجار. وهم الأوضتين اللي فاضيين يا ست هيكفونا؟ ما احنا بعنا نص العفش والزيادة يا فاطمة. ثم يعني ما تنسيش الصالة أهي زي أوضة برضه. ومن النضمن بقى إن المعلم حسنين أبو الدهب صاحب العمارة هيوافق على ضم الأوضتين لشقة الست جمالات. أنا هكلم خميس أفندي كاتب بتاعه وخليه يأثر عليه. لا يا ستي لا، بلاش تكلمي خميس أفندي، روح للمعلم حسنين بنفسك أحسن. أروح له إزاي؟ ده أنا عمري ما شفته. لا يا ست شفتيه. إمتى يا فاطمة؟ امبارح واحنا داخلين العمارة كان فيه واحد لابس جلابية بلدي وبلطه وعمال يبحلق فينا. أيوة صحيح، هو ده بقى المعلم حسنين صاحب العمارة. لكن ما خدتش بالي منه كويس. والنبي يا ست ده راجل طيب، ولما هتشوفيه هتنبسطوا منه على الآخر. وانبسط منه ليه أنا يا فاطمة؟ عشان العصافير. العصافير؟ هو كمان غاوي عصافير زي حالاتي؟ لا يا ستي لا. أمال إيه الحكاية؟ أصل عصفورة واقفة. واقفة؟ هي إيه اللي واقفة؟ أيوة يا ست، عصفورة واقفة على صدغه اليمين وعصفورة واقفة على صدغه الشمال. الله يجازيكي يا فاطمة. والنبي يا ست ده راجل سكرة، ولو انه اغتنى لكن عمره ما ينسى اصله. وهو اصله كان ايه يا فاطمه؟ بياع روبابيكا يا ستي، وبعدين تاجر في الحديد والخردة، ودلوقتي ربنا فتح عليه وعمل مصنع سراير وبنى العمارة دي. وعنده بيت ملك في مصر عتيقة قاعد فيه هو ومراته وولاده. الله، وليه ما سكنهمش في شقة هنا في الزمالك؟ اصل مراته يا ستي ست بلدي قوي، بتلبس الملاية اللف والطرحة السودا دلوقتي. الله، ده انت عارفة عنه حاجات كتير يعني. امال يا ستي. الطبلية جاهزة يا معلم حسنين. يا ترى هتفطريني ايه النهارده بقى يا حاجة تفيدة؟ خير ربنا كتير يا معلم. ما انا عارف ان الخير كتير، بس قوليلي محضرة لي ايه؟ طبق فول بالزيت والليمون وعليه دستة بيض محمر. بس يا حاجة؟ بس ازاي؟ ده انا عامله لك فطير بجبنة حلو قوي تاكل صوابعك وراه. ما جبتيش طبق ترشي؟ اطمن يا معلم، انا عارفة مزاجك كويس وجايبه لك طبق الترش المحوج قبل الاكل كله. طب ليميني على الطبلية، ليميني اهو يا معلم، اتفضل كل بالهنا والشفا. ايش ده حاجة تفتح النفس بصحيح.
ناولين العيش الطاري ناولي. خد يا معلم كل، مطرح ما يسري يمري ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايديك يا حاجة، ده انت مهيئة الفول ومنجاه قوي. امال يا معلم محوجاه بشطة وكمون وعصر عليه ليمونة كبيرة، والزيت زيت زيتون من الاصلي. صحيح كله تمام، بس خسارة. خسارة؟ خسارة ايه كفالة الشر؟ نسيتي حاجة واحدة بس. ايه هي يا معلم؟ البصل. البصل يا توفتو، ما فين نسيتهوش البصل؟ ولا حاجة يا معلم. الله. البصل اهو على ايدك اليمين. يا جاه النبي، اما فطورة هنية بصحيح. كل يا اخويا كل وبر نفسك، ده انت بتتعب كتير وبتشقى كتير. جيت للحق يا تفيدة، زمن التعب راح خلاص. الواحد دلوقتي بيقعد وينجعس في العربية الكادلك من هنا لما للمصنع، والمصنع لما لهنا. اخر راحة واخر سلطنة. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الحمد الزوال. لله. اهو كله من شطارتك. وشطارتك انت كمان يا حاجة. ما هو لولاكي عليا ما كناش بقينا في الامالة دي ابدا. طب اتفضل الشاي. يد معدمها يا رب. اشرب بقى عبال ما اجيب البخور علشان ابخرك قبل ما تمشي. ولزومه ايه تتعبي نفسك بس؟ تعبك راحة يا معلم. يا شيخ خليك انت قاعده كده ونادي على ايها حد من الخدامين يجيب لك البخور لغايه عندك. لو النبي ومن نبى النبي نبي ما حد يخدمك غيري انا، ان شاء الله اكون حتى بمشي على ايديا ورجليا. يا سلام يا سلام على الانسانيه. الواحد مش عارف يجازي الوليه الاصيله دي بايه. انا لازم اطلعها الحجاز السنه دي كمان عشان يبقوا 7 حجات. الله، البخور ده ريحته حلوة بشكل يا تفيدة. بخور غالي للغالي، الوقية منه بجنيه. والنبي يستاهل يا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عين الحسود فيها عود، حسوة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي أحسن. ألف صلاة عليك يا نبي.